الكلمات الرائعة الأستاذ الفنان محمد السيد. الملحن الفنان محمد النحاس. غناء مجموعة مهمة جدا من نجوم الغناء، وطبعا من الساقية أنا بحس بانتماء شديد وقرابة بيهم جميعا. أمير عيد، هاني عادل، محمد النحاس، سلمى صباحي، نهال نبيل. وما يفوتناش كلنا نحيي من تولى إدارة هذا العمل والإشراف عليه بشكل فني وبشكل تنظيمي، الفنان هاني الدير. أيضا يجب توجيه الشكر للجامعة الأمريكية وشركة هيتس لتوفير الاستوديو لدعم هذا المشروع من غير مقابل. الحقيقة كل الأسماء اللي حيناها عن عمل تطوعي خالص بدون أي مقابل. فاضل أقول إن لو كان موجود حد معانا من الأسماء اللي قلناها نتمنى نرحب بيه ونحييه على المسرح. حسب المعلومات اللي قدامي ممكن يكون الأستاذ محمد النحاس صاحب الكلمات، صاحب اللحن وشريك في الغناء. موجود ولا لا أستاذ محمد نحاس؟ موجود. طيب نحب نحييه مع بعض. اتفضل. لا انتوا ما شفتوش، انا هعتبر ان انتوا ما شفتوش، ان التسقيف ده مش مناسب كفايه. وبرضه لو في اي حد كمان موجود. هاني الدير هنا؟ هاني مش موجود. طيب انا سعيد مره ثانيه انه اتاح لي توجيه الكلمه دي، وسعيد بشرف تقديم الفنانين اصحاب هذا العمل الجميل اغنيه بيك. وهقول لكم مش سر، بس انا فرحان اني قابلته واحنا داخلين، وان شاء الله كمان شويه هتشوفوه على المسرح. خليني احيي معاكم من قبل ما يجي الفنان علي الحجار. شكرا وكل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا مبسوط اكتر ان انا الاستاذ محمد الصاوي نفسه هو اللي يقدم لي، يعني طبعا شرف ليا. وانا مبسوط ان انا اصلا معاكم النهارده. ممكن نتكلم، يعني هو طبعا الغنى هو هيبقى اكتر حاجه ممكن توصل اللي احنا عايزين نقوله، بس هي الفكره ان احنا بنستخدم الغنى بتاعنا في ان احنا نقول اللي جوانا، نقول اللي احنا عايزين نقوله بجد. فلما لقينا حاجه زي كامبين بتاع بيك، يعني لو لقينا ان اليو ان عايزه تعمل حاجه يوم للتطوع، يعني فطبعا طبيعي جدا ان كل الناس، يعني سواء كنت انا او هاني دير او امير عيد او او هاني عادل، يعني مش عايز اسيب حد واقول حد من الناس الكتير، من الفنانين كتير اللي ساعدوا في الموضوع ده. كلنا كنا عايزين نقدم حاجه من زمان، وطول الوقت احنا بنقدم اللي احنا شايفين ان هو ممكن يقدر يعمل حاجه للمجتمع. فلما عملنا حاجه زي كده كنا عايزين ممكن نقدر ازاي نستخدم الفن بتاعنا في ان احنا نقدم حاجه مفيده. فانا شايف يعني من وجهه نظري يعني ان كل واحد فينا المفروض يعمل الحاجه اللي يقدر يعملها، يعني الحاجه اللي بيعرف يعملها يستخدمها. ودي طبعا دي يعني دي المسج اصلا اللي هي يعني بيك عايزه تقدمها، يعني ان هو ازاي انت تستخدم الاداه اللي في ايدك او يعني فنك او قدرتك على عمل شيء في انك تستخدمه هو نفسه في انك ازاي تعرف تفيد بيه الناس. فتقريبا يعني احنا ممكن يكون عندنا القدره ان احنا نعمل ده في ان احنا بنقول المسج نفسها وبنحاول نوصلها. كنت حابب طبعا ان يكون بقيه التيم معايا عشان نغنيها كلنا، بس يعني ان شاء الله هتسمعوها قريب باذن الله، هتنزل وان شاء الله تكون تعجبكم باذن الله.
هغني لكم شويه حاجات كده وقولوا لي رايكم فيها. اللي ما يعجبوش ما يسقفش يعني عشان ما تروحوش. احسبكم صابر من بدري ساكن في الحي العشوائي، عضو في جمعية مش لاقي، والصبر جميل ومواطن بشرب من الهاوي الوصل دليل، وادي وصل النور وادي صورتي في جمعة هتحقي جوه التحرير، ومواظب على حب بلادي ومتفائل الخير، وبحب جمال عبد الناصر ورفضت جمال ابن مبارك، وحاربت اجمالي يوم الاربعاء وحاربت تحميل، لا بخاف من جيش ولا دبابه وماليش في الخيله الكدابه، طابور العيش وسط غلابه خدوا مني كتير، وقفت في لجنة شعبية بحب الوحدة الوطنية، وصحابي الفول والطعمية دول أجدع ناس، وقفت وصليت الغايب جوه القداس على روح الورد اللي مفتح في جناين مصر، وعرفت القاتل والخاين وكلاب القصر، وعرفت كمان ان الجدة دي علامة نصر، والنيل متوحد في الاخر رغم الفرعين، وعرفت حقوقي المتباعة، وعرفت اجندة وفزاعة، وكلت الكنتاكي اشاعة، خلعت رئيس بيت خلاعة، وعرفت الفتنة المبتاعة كانت جاية منين، والطلقة اللي في كتفي عارفها مش طلقة الدين، الدين في كنايس وجوامع، اما اللي بيهتف في الشارع دول مصريين. حلو قوي ان احنا نغني بقى في القلعه حاجه يعني الواحد ما كانش متخيل خالص ان هو يبقى في المكان ده ويغني اغنيه زي اللي انا هغنيها. وحياة مامة فخامتك طيب وحياة سوزان تسامحني عشان شتمتك وانا واقف في الميدان، كان المفروض اجيبك وتشوف شعبك حبيبك علشان تاخد نصيبك من الحب ومن الحنان، انا اسف بصراحة اصلي ما كنتش اصيل، يا معلمني الاباحة نفسي ارد الجميل، يا مظبط اهل بلدك اكتر من اسرائيل، هتقولي اللي فيها هقولك فيها فيه، انا اسف اني سبتك تخلع من غير حساب، كان المفروض حسبتك زي ما قال الكتاب، ما بننساش الجمايل والشعب في قلبه شايل، وهنعمل فيك عمايل والبركة في الشباب، في أكتر من حريقة وفي كل بيت شهيد، فاكر أهل الدويقة فاكر قطر الصعيد، طب سرطان الخضار والعيشة الغالية نار والمعبر والجدار ولا الفكر الجديد، آسف علشان سكتنا طول الوقت اللي فات، وانت مسوي حياتنا وبتسرق مليارات، دلوقتي الفرصة جاتني وهحاسبك على اللي فاتني، وهرد حقوق بلادي واخد حق اللي مات، آسف لجمال وعزمي ولصفوة ولسرور، كل اللي مصوا دمي ولسه في الوصول، آسف علشان سايبكم وحياة بلدي لاجيبكم، وفي التحرير بنيلكم أحلى وأجمل. ممكن
في اغنيه انا بحب اغنيها قوي. بالظبط انت جاي بقى. بالظبط انت كده على الجرح بالظبط. في اغنيه اسمها طلع الجيني. هو الاغنيتين اللي فاتوا كلمات محمد السيد، الاغنيه الجايه دي كلمات محمد الشافعي. هو كان بيتكلم اللي هو لو احنا فكرنا لو طلع لي الجيني هعمل ايه؟ يعني هطلب منه ايه؟ فهو كان ليه وجهه نظر كده ممكن تسمعوها. من كام ليلة طلع لي الجني واما سألني قلت له خمن، قال لي تغني، قلت له حاصل بس الكون رافض يسمعني، قال سمعني. من كام ليلة طلع لي الجني واما سألني قلت له خمن، قال لي تغني، قلت له حاصل بس الكون رافض يسمعني، قال سمعني. قلت له تسمع بس ربي البلدي القلبي الكل البني ادمين الكل اتنين عاشقين البعد المتفرقين الست كبيرة وحيدة الطفل عجوز البنت فقيرة شديدة العاجز أو منبوذ لسه هكمل بمسح دمعة فجأة لقيتني الجن حاضني. من كام ليلة طلع لي الجني واما سألني قلت له خمن، قال لي تمثل، قلت له طول الوقت بمثل، قال لي خلاص تاهت ولقيتها نفسك ترقص، قلت له برقص والمرايات ما بقتش تساعدني. قال لي سلام، قال لي مظنش بيك احلام تملك او تتملك شيء، قلت له ده اللي بجد لازمني مش تديني تاخد مني، قلت له زاهد كفة شيء، تاخد احساسي اللي في قلبي، تاخد مني الضي كمان ومعاهم خد سمعي وصوتي، وانا راضي اعيش بالكتمان، غير في العنوان علشان اخرج معرفش ارجع ليا والاقيني في عز التوهان، حتى عشان لما انام واتغطى واقوم ناسي اوان وارجع تاني اعيش في امبارح واني كنت واني زماني اناني ظالمني واني مكاني اتاخد مني. شوف مع اني من كام ليلة طلع لي الجني، من كام ليلة طلع لي الجني واما سألني قلت له خمن، قال لي تغني، قلت له حاصل بس الكون رافض يسمعني، قال سمعني. من كام ليلة طلع لي الجني. ميرسي ليكم جدا، وانا فعلا كنت سعيد قوي ان انا كنت موجود معاكم وبشارك في يوم زي ده طبعا، وانا مبسوط جدا اصلا ان انا يعني ابقى واقف على ستيج هيغني عليه الاستاذ علي الحجار، ده في حد ذاته شرف ليا يعني.